السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا أهلا وسهلا بكم متابعاتي الغاليات في قناتي وقناتكم خبايا الهجار. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي نبدأ بالصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديو نتاع اليوم راح نشارككم فيه بعض المشتريات العشر أيام الأخيرة اللي بقات لنا في الشهر. هي مشتريات بسيطة من الخضر، يعني نكمل بها الشهر. وهنا وين تبدا تبان لك النتيجة نتاع الادخار تاعك، النتيجة نتاع الاقتصاد والنتيجة نتاع التدبير. يعني كي تبداي هذوك الأظرفة تبداي تشوفي فيهم كل ظرف واش بقى لك فيه، يجي الأسبوع الأخير هذه لازم تكوني مدبرة وتحاولي تستغلي كل الأمور اللي ممكن تكون بقات عندك في الثلاجة نتاعك ولا بقات عندك في بيت الخزين اللي يعني ممكن تحتاجيها، يعني تحاولي تستغليها باش توفري هذاك اللي يبقى لك. هنا نشارك معاكم مشترياتي من سوبيرات صومام. سوبيرات صومام معروف، هاد السوبيرات عندنا هنا في طمراست. تجيب الخضر مرة في الأسبوع. الأسعار تقريبا نقدروا نقولوا أسعار مقبولة، يعني مقارنة بالسوق على برا. وتجيب حتى الخضر اللي يعني ممكن احنا ما قليلة الاستعمال هنا ولا ممكن تحوسي عليها، كيما الكراث، كيما الفجل، كيما تجيب زعيطرة جديدة خضرة. عدة أمور ممكن نلقاوها في هاد السوبرات أحسن من أنك تروحي تحوسي عليها برا وممكن ما تلقايها ولا يعني هي تحوسي عليها وما تلقايها. كيما شفتوا في بداية الفيديو شريت الكرافس ب10,000 هذيك الوحدة. شريت القزبر المعدنوس، قزبر المعدنوس هنا في طمراس ما بغاش ينقص، 7,000 للربطة. مرات تلقاي عندهم ربطات اللي لاباس بهم زينين، يعني ديرلك شحال مرة. وكاين مرات وين تلقاي ربطة ب7,000 بصح فيها زوج زغيبات كيما نقولوا. المهم شريت ربطة قزبر، ربطة معدنوس، وشريت هذيك وحدة نتاع الكرافس. شريت البسباس، شريت 3 كيلو بطاطا، وشريت هذا طماطم كيلو شي حاجة طايبة ياسر، شريتها باش نطيب بها. وشريت تاني زدت شريت وشريت زرودية، شريت هذا البطراف، شريت حبات بطراف فقط، يعني هاكا واحد استعمالين ولا 3. أنا نشوف التدبير الحوايج اللي نقدر يعني نكمل بهم ال10 أيام. عندي شوية خضرة في الثلاجة، شريت الحوايج اللي ممكن نحتاجهم ولا نحتاجهم فعلا، ماهوش يمكن نحتاجهم، لأنه إلا شريتي بزيادة على الاحتياج تاعك راح يضيع لك في الباطل، يعني ما تستغليه ويضيع لك في الباطل. شريت حبات جنجال، يا إما ندير شكشوكة ولا ندير برانية مانيش عارفة. المهم واحدة من هادو زوز راح نطيبها. زدت شريت هذا الخيار، يعني كل ما نشري سلطة لازم نحاول نوحها بخيار، بطراف، سلطة خضراء، طماطيش، ممكن مرة على مرة نشرو كيما هنا الطرشي، ماهوش الخيار الطرشي. الخيار راني شريته من قبل. الطرشي نبغيه ندير به صدر دجاج، كشكشوكة ولا المهم تحتاجيه الطرشي ومفيد وريحته تهبل، يعني حتى انه يعطيك مذاق رائع الماكلة نتاعك. شريت راس شوفلور صغير، هذا راح ندير به طويجين. هاي الزرودية، شريت حبات زرودية يعني أقل من كيلو، تقريبا كيلو نحتاجها، ندير بها الطعام، ندير بها المرقات، ندير بها حوايج ياسر. هنا شريت هذا التفاح الصغير 20,000 الكيلو، جايبه ب20,000 الكيلو. أنا ديت كيلو ونص، خفت لا يعود حامض، قلت لا جاني حامض نغليه وندير به وندير ليه السيرو نتاعو ونخليه نحتفظ به في علب تاع زجاج، نحتفظ به للتحليات وغيرها. لكن طاح ما شاء الله عسل، يعني قضينا عليه هكا أخضر، يعني ما طيبتوش. غ- حقيقة حلاوة ما بعدها حلاوة ما شاء الله. تفاح البلاد جا حلو وبنين. زيد شريت، دخلت هذا واش مليح في السوبرات هذه، فيها خضارة، فيها خباز يدير لي بيتزا، لي كيش، يدير المملحات وحده الخضارة هذه. ومن بعد لداخل الواجهة الكبيرة
هي سوبيرات كبيرة فيها الأواني المنزلية، يعني اللي تحتاجيهم ممكن تشري فيها. فضاء واسع اللي يبيعوا فيه المواد الغذائية المختلفة. شريت تما، شريت فريك، شريت العشرين ألف، شريت شوية 10,000 فلفل كحل، 10,000 كمون، و10,000 توم مرحية. هادو هما مشترياتي اللي شريتهم في الداخل. يعني هاد المشتريات كاملة كما تشوفوا فيهم. شريت بابي سيرفيات وحدة كملوا عليا لي بابي سيرفيات، شريت هادوك تاع الماعن لافيت، طاحت ليا كلها ب180. يعني نعتبروها احنا هنايا باللي معقولة، نعتبروها معقولة لأن موالفين بالغلا حقيقة. كل شي هنا اللي تحط عليها أيدك تشوي. هاو الخيار اللي في البداية اللي وريته لكم نشري حسب الحاجة، وهذا إن شاء الله نوع بهم هاك وهاك، وندير مع الأكلة التقليدية اللي نديروها في نهاية الأسبوع. هذيك هي تشد ليا كافية جدا، تشد ليا 10 أيام. هذه البصلة راهي عندي، والأمور الأخرى راهي عندي هنا. بغيت نحي عليا بعد ما نرتب هذيك الريفي تايم، نحي عليا فطوري وعشاء. قلت خلي ندير طاجين تاع مونشطو. عندي هذاك فخذ الدجاج شوطته على النار باش نحرق هذاك الشعر الرقيق، الزغاب الرقيق. شوطته حتى فط لي بالجلده، حطيته لتحت، درت عليه هذه المونشطو كنت شفتها معايا في مشترياتي السابقه. نقصها هكا نيام حجام تقريبا متساويه، ونديرها في الكونجيلاتور في الاكياس تجميد، ونخليها كي نحتاجها راني نلقاها. المهم عندي وحده شويه فري، وحده عندها مده في الكونجيلاتور. هنا درتها الفوق، ومن بعد نرحي ليهم حبه بصل كبيره ونغطيها بهم، نديرها من الفوق. لازم الدجاج هو اللي يجي لتحت باش هو اللي يدي وقت كبير في الطياب، وكي يكون لتحت يعني الطاجين يكون سخون فيطيب اسرع، لان راح نديروها بلا ما بلا شي. المهم نديرو فوق هذيك البصله، نديرو فوق منها حبه طماطم روحها نربوها، تربيها مليح وديريها الفوق، تغطي بها تقريبا هذيك البصله. زيت، ونديرو التوابل. انا هنايا درت شويه، عندي كزبر ومعدنوس بكميه اني مقطعتهم درتهم، ومامطون عندي بطاطا قلت خلي نزيد بها نزكي بها الطويجين تاعي يا زروديه زعما باش يجيني زاكي، لان داك المونشطو كي تدبال تولي ما توليش ماهيش باينه. المهم زدت تعمر طاجيني مليح بالزروديه والبطاطا، ونفس هذاك والحار ضروري منه، لازم وضروري. نفس هذاك الاناء اللي كنت دايره فيه الطماطيش ندير فيه نص كاس ماء، لا نص برك، باش يكفيني باش يطيب ليا. تقدر ديريها بلا ماء، ولا كان تبغي فيها شويه الماء. انا نبغي فيها شويه لاصوص زعما باش نغمسو، ندير لها شويه ماء، نص كاس ماء، درنا معاه شويه الزيت والتوابل، ومن بعد نفرغ والملح، ونفرغ على كل هذيك الخضره، نفوت عليها كامل هكا ونغطيها ونحطها على النار. في الاول النار لازم باش يجيك الطاجين تاعك بنين ومسقم وبنين ومعسل، تخلي النار مجهده في الاول. كي يسخن خلاص زين يسخن يبدا يغلي، نقص النار ونقصها مليح ونخليه يطيب في خاطره. في القدره الثانيه، هذيك الكيكوطه الثانيه كنت راح ندير فيها شوربه فيرميسيل. درت الكركاس تاع الدجاج، درت بصله وطماطيشه كيف ودرت كزبر معدنوس والتوابل، ودرتها تغلي باش من بعد ندير فيها الفيرميسيل. هنا هذيك السلطه، وهذه نهايه الفيديو.